السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غنصاوب معكم هاد المسيمنات معمرين ديال الفران، كيجيو مقرمشين ولداد وكيخرجوا كميه كثيره تبارك الله، وما كياخذوش لنا بزاف الوقت. هكا عشيه نقادوهم تستعملوهم في الكوتي ولا في العشاء، كيجيو رائعين مقرمشين من الفوق ومن التحت. وكندوزو لطريقه التحضير. كناخدو مقله كنديروها تسخن، كنديرو فيها الزيت البلديه، وكندير فيها البصله مقطعه رقيقه. انا في هذه الحشوه هذه استعملت الدجاج، نتوما استعملوا اللي متوفر لكم ديروه. وكندير معلقه ديال الملح، وكنبقى نشحر هاد البصيله هذه حتى كتهبط، حتى كتذوب وتشحر. صافي كتولي بهذا الشكل. كنزيد الدجاج مقطع طريفات صغار، وكنزيد الشامبينيون مقطع رقيق، كيعطي واحد المذاق لذيذ لهاد الحشوه هذه. صافي وكنبقى نحرك حتى كيتشحروا. كنشوف الدجاج بدا كيطيب، وكنزيد خيزو محكوك مع تا هو كياخد شويه الطياب. صافي الكميه على حساب شحال بغيتو نتوما، ماشي كميه محدده. انا استعملت هنا 2 خيزوات، 2 جزرات. صافي وكنحرك حتى كيهبط خيزو كيطيب. صافي بدا كيطيب الدجاج وخيزو كيولي بهذا الشكل هذا، وكنغطيه شويه باش كيرجع فيه البخار وكيطيب لينا الخضره. صافي وكندير العطريه اللي هو البزار، الكمون، شويه الشونيه فلفله حاره، وشويه التحميره فلفله حلوه. صافي كيطيب كيجي بهذا الشكل هذا كينشف. وكنستعمل الفيرميسيل اللي كنكون رقدتها في الماء سخون واحد 10 دقائق، وكنصفيها حتى ما كيبقاش فيها الماء، وكنقطعها رقيقه وكنزيدها فوق الخليط. صافي وكنزيد القزبر ومعدنوس في اخر لحظه. كنحرك مزيان حتى كيندمجوا. صافي وتنطفي البوطه وكنحيدها، وكنزيد الفرماج، 4 القطع ديال الفرماج. صافي وكنخلطهم بالفرشيط باش كيندمجوا مع الخليط. صافي وكنزلو في هذا الصحن هذا حتى كيبرد، وكندوز العجينه. كنستعمل نص كيلو ديال الدقيق الابيض، ورابعه ديال الدقيق الفينو، معلقه ديال الملحه، ومعلقه ديال سنيده، سكر حبيبات، وبيضه كامله، ومعلقه ديال خميرات الحلوى، معلقه صغيره ما كنديرهاش كامله. وكنستعمل معلقه ديال الخل الابيض. الخل ضروري في هذا النوع ديال هاد المسمنات هادو ديال الفران، كيجيبهم مقرمشين، كيجيبهم هشاش. وكنستعمل 2 معالق ديال زيت البلديه. وكندير الماء دافي ما سخونش مزيان. صافي وكنعجن. ماشي ضروري العجانه، المهم تعجنوا عادي بيديكم، ماشي ضروري حتى ما كتدلك ما والو، عادي. صافي وكنخلطها وكنديرها في هاد البلاستيكه هادي، وكنخرج منها الهواء وكنخليها ترتاح شويه، وكنخليها واحد 10 دقائق. صافي وكنبدا نشكل في كويرات. وكندير فيهم شويه الزيت من الوجه باش ما ينشفوش.
وكنغطيهم وكنخليهم يرتاحوا شويه. صافي وكندوب الزبده، كندير فيها معلقه ديال النشا، وكنبدا نقرص بهذا الشكل هذا، كنحاول نورقهم مزيان، وكندير الزبده والنشا وكنطويهم مسمن عادي، الطويه ديال المسمن عادي. وكنغطيهم ونخليهم يرتاحوا شويه ويترخاو باش يجيو ساهلين فاش غنقرصوهم. صافي وكنكمل. كيبانوا لك المسمنات فيهم الفقاعات ان راه العجينه ناجحه غتجي مقرمشه ومزيانه، بلا ما دلكو بلا ما والو، كتجي رائعه. صافي وكندوز نطلق هاد المسمنات نعاود نورقهم. وكنقطع بهاد الموس هذا ديال البيتزا على هاد الشكل هذا بعد ما بردات الحشوه، وكنعمر بهاد الشكل هذا. وكنستعمل في هذا الفصل الاخر كندير الفرماج الاحمر محكوك، وكنطويها بهذا الشكل هذا، وكنحاول نبرك على الجنيبات باش ما تخرجش ليا الحشوه. صافي وكنطويها بهذا الشكل، كنحاول نغلفها بهذا الشكل هذا. الا كانت شي وحده خارجين لها هاد الجنيبات حاولوا تقادوهم بهذا الشكل هذا باش كتجي مقاده. كنحيدوا هاد الجنيبات هادو. صافي كنحيدهم وكننزل المسمنات في اللاطه وكندوز نحضر صافي وكنصوب هذا الخليط هذا اللي كندهنوا به الوجه ديال المسمنات. كندير بيضه كامله، معلقه ديال الخل ضروري كتحيد اللوغو ديال البيض، وكندير معلقه ديال صوص صوجا، وكندهنهم من الوجه باش كيجيو محمرين، وكندخلهم للفران كيطيبوا كيجيو محمرين على هذا الشكل هذا. وكنخرجهم كنزينهم بالفرماج احمر محكوك، وكنعاود نردهم للفران حتى كيذوب الفرماج شويه، وكنخرجهم كيجيو بهذا الشكل بالصحه والراحه. وشكرا على المشاهده، وكيستحق تجربوه.